ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ الملخص. بعدها ايمي بتتصور سيلفي، وايزيكيل قال لها باقي 15 دقيقة، وكل دقيقتين فرد من عصابته بيقوم، وايمي مستغربة ده. Word notice. أنا ما أعرف عيالي. وإليانا جالها سايد وقال لها انت هنا عشان بنتك؟ قالت له لا، عشان اشوفك ميت. وفرير قابل ايزيكيل وايمي وبيسلم عليهم وعرفهم بسوانزي، وايمي بتقول لنا دي مرات ابو كايلي ولا ايه؟ هي ام كايلي ماتت. وايزيكيل قال لفرير انا معرفتكش على مراتي بشكل رسمي، لان المره اللي فاتت اتقابلنا صدفه. مراتي اسمها ايمي فرير روزويل، بنت اليانا هارتلي فرير. وفرير وسوانز اتصدموا، وفرير قال له معنى ده ايه يا ايزيكيل؟ قال له مرحبا بيك في حفلتنا. واليانا تفتكر لما قابلت فرير وسوانز يوم الحادثه، وقالت لسوانز افتكرتك معانا. سوانز قالت لها انا اسفه، انا قتلت عيلتك وعيله روزول، وبخطط اقتل الاجيال الجديده من عيلتكم. اليانا قالت لها انت مجنونه؟ قالت لها ايوه انا مجنونه، بحب جوزك، وضربت نار عليها. بعدها تنظيم الحفله بيقدم ايمي للحضور. في الوقت ده سي بيوصل لبنات المافيا، وكاساندرا بتخلع وقالت انا هنفذ كلام الملكه، وايمي هتقول كلمه وايمي هتضربها بالنار. سي لحقها، والنور بيقطع، وجاكوب جه واخد ايمي وقال لها تعالي معايا. واليانا قلقانه عليها جدا، وفوزيه اركيه قالت لها انا عارفه مكانها، وعرفتها بنفسها. واليانا عارفه ابوها وامها. وسايد بيجي وقال لفوزيه انت خاينه، وهيضربها بالرصاص. اليانا قتلته. وبيمشوا وجات وراهم سوانزي، وقالت لإليانا انت رايحه فين؟ ما تقدريش تهربي مني. وضربت إليانا وفوزيه بالرصاص، وبتضحك ضحكه كلها شر. وجاكوب بيهرب ايمي وبيقتل ناس كتير عايزين يخلصوا عليها. بعدها ايمي راحت لأمها وكانت بتنزف هي وفوزية. وإليانا قالت لها أبوك عايش. وإيمي منهارة وبتقول لها مين عمل فيكي كده؟ قالت لها إيزيكيل. وإيزيكيل بيجي، وإيمي نظرتها بتتحول كلها شر. بعدها العصابة بتعرف إن إليانا وفوزية اتنقلوا للمستشفى، وسوانزا هتبعت حد يخلص عليهم، وبتكون مبسوطة وبتقول روزويل وياجي كلهم أغبياء، خليهم يقتلوا في بعض. وبيكون فيونا مع مجموعة سوانزي، وسوانزي ادت لحد علاج للضغط يديه الفوزية، وان الدواء ده ليه تأثير على الذاكرة. قال لها ما نقتلهاش ليه؟ قالت له لا انا عايزاها كده. وفي المستشفى ايمي قلقانة على مامتها، وسألت ايزيكيل وقالت له انت اللي عملت كده في امي؟ قال لها لا. وايمي بتعيط وبصت له بنظرة حادة. بعدها فرير بيوصل وقال لي ايزيكيل جيت اشوف مراتي وبنتي. وايزيكيل قال لي ايمي ابوكي هنا. وإيمي بتستغرب إن أبوها، وإيمي بتفتكر لما أمها قالت لها أبوك عايش، وبتعيط وقالت إن أمها كانت بتحاول تعرفها ده. وإيمي بتحضن باباها بعد غيابه السنين دي كلها، وقال لها مش مصدق أمك عايشة يا بنتي. وقال لي امسل أنا خالك أبوك يبقى ابن عمي. امسل قالت له مش مصدقة إلا لما إيمي تفوق وتعرفني. وإيمي قالت لها صدقيه، قالت لي قبل ما يغمى عليها. والدكتورة بتخرج وقالت إن فوزية حالتها مستقرة، وإليانا لسه في العمليات ونزفت كتير، وحالتها حرجة لحد دلوقتي، واحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه. وبعد 3 أيام إيمي مع إيميسيل وبيفطروا مع بعض، وبتفتكر لما دخلت لأمها وكان عندها أفراد العصابة، وقعدت جنب مامتها، وأبوها قال لها لازم ترتاح وتروح بيته لحد ما مامتها تفوق. إمسل قالت له لازم تستأذن من جوزها الأول. إيمي قالت له مفيش مشكلة. فيرير قال لها أنت وإيمي هتيجوا قصري. وفعلا إيمي بتروح القصر، واللي بيقابلها هناك سوانزي، وبتدخلها اوضتها وقالت لها سيبك ترتاحي. بعدها بنرجع للواقع، وامسل قالت لايمي هتروح المستشفى امتى؟ وايمي ما بتردش. وسوانزي جت وقالت لايمي ايه رايك نتسوق وتيجي بلبس جديد؟ ايمي قالت لها لا هروح المستشفى. سوانزي قالت لها ما تجهديش نفسك، وخلينا نقرب لبعض كأم وبنتها. ايمي اتعصبت وقالت لها امي لسه عايشه، مش محتاجه بديله ليها. وسوانزي بتعمل نفسها متأثرة بكلامها قدام إمسل بعد ما إيمي قامت، وسألتها تيجي معايا نتسوق. قالت لها لأ هروح مع إيمي المستشفى. وفوزية بتفوق ومعاها جاكوب، وسألها مش فاكرة حاجة فعلا؟ قالت له لأ هو حصل إيه؟ قال لها الأفضل معرفكيش دلوقتي، زي ما قال الدكتور الصدمة شكلها خلتك مش قادرة تفتكري الأحداث. وفاش جه وقال إنه ما شافش إيزيكيل من أيام، ومش عارف الخطة الجاية إيه. وبتيجي ممرضة تدي الفوزية برشامة. بعدها بتكون إليانا لسه فاقدة الوعي. وفرير قال لي ايمي عارفة انا بحب امك قد ايه؟ بقالي 20 سنة هتجنن كنت بتنفس، بس الحياة ملهاش معنى. 20 سنة قاسية كنت فاكر ان امك ماتت، وكنت سعيد لما شفتك. وسوانزا قالت لي انك بنتي. كنت بدور على امك من وقت طويل. في الليلة دي كنت فاكر انها ماتت، وما كانش قدامنا وقتها حل غير نهرب. وافترقت انا وامك. كنت متفق معاها استناها عند نهاية الجسر، لكن بعد المعركة ما تقابلناش. واستنيت كتير، لكن سوانزي هي اللي رجعت وقالت لي إن أمك ماتت، وعيلة روزويل وسيلفيا وإمسل.
أنا آسف يا بنتي، عيلة روزويل أعدائنا، وبعد ما لقيتك انت وأمك مش هتغيبوا عني تاني. وإيمي بتعيط وبتحضن أبوها، وفيونا وصلت المستشفى ومعاها جيرسون كين، وقال لها خدي بالك في هنا ناس كتير من روزويل وياجي. وراح لممرضة فوزية واداها الدواء اللي بينسيها، وقال لها انت عارفة هتعملي ايه؟ قالت له ايوه. وفيونا قالت له هتروح تشوف ايزيكيل، وقالت له ما تقلقش، ما يعرفش ان انا مع سوانزي. بعدها مساعد جيرسون بيقول له ما نقتل فوزية ونرتاح. قال له هنمشي على خطة سوانزي. وجيرسون بيقف قدام مخرج طوارئ في المستشفى وبيكون مركز معاه جدا. وبعدها ايمي جت وقالت له انت جاي تزور مين هنا؟ قال لها جاي اشوفك، اتمنى تكوني بخير. قالت له انت ماشي ورايا، انت صاحب ايزيكيل؟ قال لها زمان كنا اصحاب لكن دلوقتي مش بنتكلم. وعزمها على العشاء، قالت له مش فاضيه. بعدها ايمي راحت لفوزيه تطمن عليها، وفوزيه قالت لها انا بخير. وايمي سالتها فعلا مش فاكره حاجه؟ فوزيه قالت لها فاكره ضرب النار ومش فاكره الكلام خالص. وفوزيه شافت دم على تيشيرت ايمي وبتتوتر. وايمي قالت لها في حاجه؟ قالت لها ممكن ايزيكيل بيدور عليكي يا ايمي. قالت لها ما تقلقيش، علاقتنا انتهت. وإيمي بتمسك سكينة وفوزية بتتوتر منها، لكن بتقطع لها تفاحة تاكلها عشان تتغذى. وبتيجي الممرضة وعايزة تدي لفوزية العلاج، إيمي قالت لها سيبيه. الممرضة اعترضت. إيمي قالت لها أنا طالبة في علم الأحياء وعارفة كل الأدوية وطريقة أخدها، أقدر أدي لفوزية علاجها، الموضوع بسيط، اديني العلاج. والممرضة ادتها فعلا العلاج ومشيت. بعدها إيمي شافت العلاج وسألت فوزية هو أنت عندك ارتفاع في ضغط الدم؟ فوزية قالت لها لأ. وإيمي ادتها حبات المسكن وقالت لها التانية دي شكلها غلط، أكيد الممرضة اتلخبطت في العلاج مع حد تاني، مش المفروض تاخديها أصلا، ما تقلقيش. بعدها إيمي عاملة اجتماع لعصابة ياجي وبتشكر سوانزي على مساعدتها لعيلتهم. وسوانزي قالت لها أنا أعمل أي حاجة عشان باباكي. وكل الناس بتكون مستغربة. وإيمي قالت من النهاردة عائلة ياجي وعائلة سوانزي هيكونوا كيان واحد، وبصفتي وريثة ياجي الوحيدة أنا اللي هقرر الخطوات الجاية. وبمجرد الموافقة على فسخ جوازي من إيزيكيل روزويل هنبدأ في إسقاط عيلة روزويل. هنتعامل بلا رحمة، هنخرب الشغل بتاعهم وهنقضي عليهم واحد ورا التاني. وهي دي الحرب. كاساندر قالت لها لازم نستنى الملكة تفوق قبل ما ناخد أي خطوة متهورة، ما نعرفش العواقب هتكون إيه يا إيمي. إيمي قالت لها أنت هتعترض على كلامي ولا إيه؟ دي حرب هنقضي فيها على إيزيكيل روزويل. ولهنا بيخلص ملخص الحلقة. تفتكروا إيمي ماشية على خطة باتفاق مع إيزيكيل، ولا هي اللي مخططة لكل ده وفعلا عايزة تنتقم منه وفاكرة إنه عدو ليها؟ مستني رأيكم عن الحلقة في التعليقات، وما تنسوش تدعموني بلايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. سلام. She won't wake up. أنا من؟ Don't. Mommy! Don't